خاص بالتخلية. حضرتك قلت في التخلية إن ممكن يكون من ضمنها إن أنا أعبّر للشخص اللي قدّامي يعني، أو أحكي له إن ده أثّر على نفسي بشكل ما أو كده يعني. فإزاي أصلًا أخلّي الآخر ده يقبل تخليتي، مش عشان أنا يعني عايزاه يعني مش عشان أنا هاممني الشخص، قد ما أنا عايزة يعني أحقق يعني أنسب حاجة يعني، أو أحسن نتيجة من تخليتي دي يعني. تاني حاجة حضرتك قُلت برضه في التخلية اللي هو التعبير، إن هو حاجة مهمة جدًا وكده. طيب لو هو أصلًا عندي زائد يعني عندي تعبير زائد، ممكن يكون مش الهَم إن الشخص ده يشوفني أو كده، قد ما أنا فعلًا بالاقي في التنفيذ بالتعبير يعني شيء مُجدي يعني معايا جدًا. موضوع ممكن وأنا صغيرة كان تمام مقبول، بس طبعًا لمّا كبرت اللي هو يعني حسيت اللي هو لأ، يعني مش كل حاجة نحسها نقولها يعني. ف فإزاي يعني إزاي يعني أتعامل مع التعبير ده؟ هاتعامل إن هو مثلًا هوى نَفْس فأنا لأ أكبح نَفْسي منّه. طيب لو هو مش هوى نَفْس، هو فعلًا بينفِّس عني، هو فعلًا أمّا كبرت اللي هو لقيته مش حَل. طيب ممكن يكون إيه البديل عنّه، من غير ما أحس إن أنا اتكبتت بقى، أو اللي هو حسّيت إن أنا ما عبّرتش أو كده يعني. بس شكرًا طيب جدًا. طيب سمية بتقول اشرح لنا الأسئلة قبل الإجابة يا دكتور. طيب هو السؤال الثاني والثالث، أو يعني الاثنين داخلين في بعض، الجزء الأول من السؤال الثاني والجزء الثاني. الأصل أن تري ما يزكي نفسك. هل كثرة التعبير عمال على بطال تزكي النفس؟ أم هتيجي فترة تقولي إيه اللي أنا بعمله ده؟ معقولة أنا ما عنديش حاجة تانية غير إن أنا بلا 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 بلا؟ في الأول ممكن يبقى الإنسان يحتاج هذا الأمر، يحتاج هذا الأمر. طيب، يعني البعض يقول أنا أخلي، ولكن عندي مشكلة إني لما بخلي أحيانا ممكن أكون مزعج أو مزعجة. طيب، فهل أبقى على هذه التخلية ولا لازم أصمت؟ طب ما إذا صمت مش هقدر أعبر عن نفسي. لذلك نحن نقول، وده هنيجي نتكلم فيه إن شاء الله، المفروض في التخلية أن يتعلم الإنسان. عارفة في حاجة بيسموها اللحن الجلي، إنك بتتكلمي فبتغلطي، اللي بتوع التجويد والقراءة. في حاجة اسمها اللحن النفسي الجلي، إنه في ناس ما بيعرفوش يعبروا عن نفسهم، يا إما بيتكلموا كتير يا إما بيتكلموش، يا إما بيتكلموا كلام مش هو اللي بيوصل الفكرة. لا، إحنا عايزين نوصل لمرحلة إزاي أتكلم بأقل الكلام وأدله. طيب، وبنفس الوقت أبقى نفست عن نفسي. ما الذي سيريحني نوعا ما في هذا المجال؟ ان انا اعرف انه مش الاخر هو اللي لازم يعني اخذ منه كل حاجه، يعني مش بمجرد ان انا عبرت يبقى لازم الاخر يديني كل حاجه. هو اللي بيحصل احيانا انني لا اكتفي بمجرد يعني الشكوى لله، لا اكتفي بها. ليه؟ انا عايز اشكي لفلان ليه؟ عشان هو يسمعني. طب وهو ربنا مش كفايه بالنسبه لك يعني، ولا بالنسبه لي ولا؟ فاذا استانسنا بالله كفايه، بقي من التعبير اقل القليل اللي هو حق الاخر انه يعرفه انه غلط في حاجه معينه، ولا لازم ياخد باله من حاجه معينه. انما باختصار كلمه السر: ما الذي يزكي نفسك؟ اذا رايت ان التعبير يزكي نفسك ابقي عليه. لكن هتشوفي انه لا، التعبير مش ماشي مع حته ان انا اعبر واغلط في غيري، او اعبر وازعج غيري، او ازعج نفسي، او انشغل زياده. وده هيجي بالترتيب يعني بالتدريج شوي شوي ان شاء الله.